العلاقة بين المتجوزين ممكن تتحول لصداقة بعد الطلاق؟ بصراحة لا. ليه؟ يعني الأول بيكون في مثلا ما بينهم علاقة يعني زيادة عن اللزوم، حميمة وخصوصية يعني، فبالتالي يعني بيضحكوا على بعض. لو في حد قال كده بصراحة بيضحك على بعض. أعتقد لا. ليه؟ كل واحد يبقى في حاله أفضل. على حسب العلاقة بقى. ازاي؟ لو العلاقة تمام يعني ما بينهم ومن بعض فاهم، عادي بعد الجواز ممكن يبقوا أصدقاء عادي، مفيش مشكلة. إنما لو في خلاف أكيد سبب طلاق مثلا بسبب خلاف كبير، أكيد مش هيبقى في صداقة ولا هيبقى في حاجة. مفيش صداقة بعد الطلاق طبعا. ليه؟ كده خلاص، هو الاختلاف، وجهة الاختلاف اتحطت. يبقى ازاي نبقى صداقة؟ احنا لو أصدقاء كنا كملنا في الحياة. لا ما ينفعش. ليه؟ عشان هيبقوا في مشاكل ما بينهم، مش هيعرفوا يعيشوا مع بعض. ليه؟ عادي يبقوا صحاب عادي بس. عادي. ليه؟ عشان كان في عشرة بينهم يعني. والله انا شايف ان الطلاق عامه بيكون يعني قائم على ان مفيش توافق كحياه زوجيه، بس ده ما يمنعش ان الانسان يفضل على علاقه طيبه بالشخص التاني. لا اكيد ما ينفعش طبعا. ما ينفعش، حاجات خلصت ما ينفعش نرجع نعيدها تاني. هيبقى في مشاكل اكتر، هيبقى في حساسيه اكتر.